السلام عليكم. أهلا بجميع الإخوان والأخوات الأصدقاء والصديقات. موضوعنا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتناولوا فيه مجموعة ديال المواضيع بشكل موجز وملخص، وعند طلب أو كيفية التفاعل مع هذا الفيديو ربما من طرفي أنا لدي الاستعداد الكامل باش نرجعوا ونناقشوا نقطة بنقطة، لكن هناك أشياء يجب الحديث عنها لأنها أشياء آنية ومهمة ودائما لها علاقة بالرياضة وبكرة القدم. في الآونة الأخيرة الكل يتحدث عن مشاركة المنتخب المغربي في الشان بالجزائر أو عدم المشاركة، والمنتخب المغربي وضع واحد الشروط ديالو باش يكون هناك رحلة مباشرة من الرباط إلى قسطنطينة عبر الخطوط الجوية الملكية المغربية. هناك آراء داخل الجزائر بين مؤيد ومعارض، فهناك من قال بأنه ما كاينش حتى شي مشكل باش المنتخب المغربي يمشي في رحلة مباشرة، وهناك من قال بأنه هذا قرار سيادي ولا لا يمكن للمغرب أن يقوم بالضغط على الجزائر وباش يوضحها أمام كيفاش نقولوا باش يحرج الجزائر ويمشي برحلة مباشرة. لكن التساؤل ديالي أنا شخصيا حول هذه النقطة بالذات، وهو أنه في دفتر التحملات لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف ما كرهناش يخرج شي مهتم أو مختص في المجال القانوني الرياضي ويحسم لنا في هذه المسألة هذه ماذا تقول القوانين، وكفى الله المؤمنين شر القتال. سهلة، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. كنتسنى انا من بين الناس اللي كنعرفهم، ماشي كنعرفهم شخصيا ولكن من المتابعين ديالهم، هناك صحفي ومختص في المجال القانون الرياضي اليازغي، ما كرهناش يخرج ويقول لنا الرأي ديالو في هذه المسألة هذه وماذا تقول القوانين، وفليحتكم الجميع إلى القوانين. ولكان المغرب من حقه يمشي في رحلة مباشرة فمن حقه يمشي في رحلة مباشرة، وإلا كانت القوانين كتقول بأنه الجزائر ليست مجبرة باش المغرب يمشي في رحلة مباشرة، فما على المغرب إلا أن يحترم. لكن في الملتقيات الرياضية عبر التاريخ، وهنا غادي نرجعوا شوية للتاريخ بالزربة، أنا شخصيا أتذكر بعض الأشياء أخرى قرأتها، لأنه عبر التاريخ كان هناك مجموعة من المشاكل، لا سيما كما كنا كنعرفوا ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، الاتحاد السوفيتي آنذاك والولايات المتحدة الأمريكية، ودازوا مجموعة ديال الألعاب الأولمبية ومجموعة ديال كؤوس العالم ومجموعة من الملتقيات العالمية، وكانوا كيشاركوا لا في بعض الدول المعسكر الشرقي ولا في دول المعسكر الغربي اللي كانت كتزعموا الولايات المتحدة الأمريكية، والمعسكر الشرقي اللي كانت كتزعموا الاتحاد السوفيتي آنذاك. كانت حالة وحيدة اللي أنا كنعقل عليها، ولا كانوا الإخوان عارفين حالات أخرين، فالمرجو التفاعل عبر التعليقات. فكانت ألعاب لوس أنجلوس، ألعاب أولمبية لوس أنجلوس، المعسكر الشرقي ما شاركش في الألعاب الأولمبية ديال لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان قرارا سياسيا، ماشي مسألة ديال خط مباشر أو لا خط ماشي مباشر. وفي هذيك الألعاب ربما كانت يعني فاء الحظ بالنسبة للمغرب والجميع المحللين اللي قالوا ولو أن هذا كان عنده واحد كيبقى قابل للنقاش وقابل لمجموعة الأشياء. عندما فازت نوال المتوكل بالميدالية الأولمبية في 400 متر حواجز،
قيل آنذاك بأن نوال المتوكل كان عندها الزهر بزاف، وكان لها الحظ الكبير، لأن صاحبة الاختصاص اللي كانوا هما من المعسكر الشرقي أو المعسكر الاشتراكي عفوا ما شاركوش. فلهذا كان الطريق سهل لنوال المتوكل باش تربح الميداليه الذهبيه في لوس انجلوس. اذا فالحمد لله ان نوال المتوكل فازت، وبعد ذلك فهي الان تشغل منصب جد مهم في اللجنه الاولمبيه. مسألة أخرى ومهمة جدا، وهو أن الجامعة الملكية المغربية مرة أخرى كتخرج بأنه الفرق اللي عندها مشاكل مالية وما يمكنش تقوم بانتدابات. هذا القرار أنا شخصيا بعد كده ماشي أول عام كنسمعه، سمعت به هذه المرة الثالثة ولا المرة الرابعة، يعني 3 أو 4 سنوات وأنا كنسمع هذه المسألة هذه. ولكن إلى أي حد تحترم هذه المسألة؟ إلى أي حد؟ يعني 3 أو 4 سنوات السابقة ما تحترمتش هذه المسألة هذه القرارات ديال الجامعة الملكية لكرة القدم، وهذا يضرب في المصداقية ديال الجامعة، لأن قرارات الجامعة يجب أن تطبق. فالقرار ديال هذه السنة هذه غادي نشوفوا إلى أي حد الجامعة بعد الإنجاز ديال قطر توضع واحد الحد وتطبق هذا القرار هذا، لأنه كيهلك واحد المجموعة كبيرة من الفرق الوطنية المغربية. فاللي عنده الإمكانيات المادية وعنده جميع الديون ديالو مسددة وما حتى شي لعاب ما كيسال حتى شي حاجة وبغى يقوم بانتدابات، ممكن يقوم بانتدابات معقولة وانتدابات ما تفوتش 3 4 لعابة، لأنه يجب الاستثمار كما قلنا من قبل، الاستثمار في الفئات الشاب في الفئات الصغرى، ونحاولوا نمشيو بالموازاة مع النتائج الأخيرة التي حققت في قطر، والحمد لله اللي عطاتنا واحد الريادة على المستوى العربي والمستوى الإفريقي، ونحاولوا نكون عندنا منتوج محلي إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نرجع الفكره ديال ما بين المغرب والجزائر. فهنا كيتقال بانه بعض الاخوه الجزائريين بان الجزائر من حقها تنظم، دابا ماشي كنتكلمش على الشان، غادي نتكلم على الكان، وهو ان تنظم كاس افريقيا للكبار. فكنظن بان هذه المساله كتبقى مساله مشروعه لكل دوله ان تدافع عن حظوظها. فحتى المغرب بطبعه أو بدوره لم ينظم كأس إفريقيا منذ 1988، كانت تعطات له في عهد هذه ربما وقيل في 2016 ولا 2017 كان المغرب كان غادي ينظم كأس إفريقيا، ولكن كان هناك مشكل ديال داء إيبولا، والمغرب أرفض احتراما لمقتضيات أو نصائح منظمة الصحية العالمية بأنه ما يمكنش يديبلاصاو الجماهير خارج إفريقيا. إذن فالمغرب، وفي نفس الوقت كان المغرب عوقب من طرف الكاف ونفذ العقاب واحترمه وحرم من المشاركة في المنافسات الإفريقية كنظن لدورتين أو دورة واحدة، وربما كانتا دورتين وتم بعد الإعفاء ديالو والسماح له فقط بدورة واحدة ليشارك في كأس إفريقيا. فهكذا المسائل كتمشي بهذا الشكل، هكا ما كتمشيش بواحد الشكل ديال العكس وديال لويان الدراع، شكون اللي غيلوي الدراع الاخر وشكون اللي غيهبط اليد ديال الاخر. بعض الصحفيين صراحة والله العظيم لما يثلجون الصدر من الشقيقة الجزائر. فهناك واحد المحلل الرياضي، هو رياضي سابق والآن يقوم بالتحليل الرياضي بإحدى القنوات الجزائرية اللي هو سيبن الشيخ. يعني هذا الرجل يعني يستحق كل الاحترام والتقدير. علاش؟ لحقاش رجل يقول كلمة حق.
على نفسه قبل أن يقولها، لا في المغاربة ولا في الجزائريين. و يعني ملي كتسمع ليه كتحس بواحد الصدق وبواحد المصداقية في الكلام ديالو. فما كرهناش يكونوا الكثير من هذا النوع ديال الصحفيين في الجزائر وكذلك في المغرب، حتى باش نمشيو بنفسيو على الاقل نطفيو هذه النار هذه اللي الكثير كيكب عليها الزيت او يكب عليها البنزين. اخيرا غادي نختم بحصيله اللاعبين المغاربه المحترفين بشكل بعجاله بعد انتهاء مونديال قطر. فبشكل عام وحسب ما تابعته انا في مجموعه اللقاءات، وتابعت مجموعه اللاعبين المغاربه في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الالماني والدوري الفرنسي، هاد 4 دوريات زائد كذلك الدوري السعودي مع حمد الله. بصراحه كل اللاعبين بدون استثناء يعني كتشوفهم بواحد بواحد مستوى يعني بصراحه ما يمكن لنا الا نقولوا تبارك الله عليكم، واستمروا في على نفس المنوال وعلى نفس الطريق، وهبطوا رجليكم وخليوا رجليكم في الارض. واكيد ان شاء الله الرحمن الرحيم هناك الكثير من اللاعبين اللي غادي نقولوا الكلمه ديالهم في القريب العاجل، واللي فرحت ليه بزاف صراحه وهو المقابله اللي قام بها زياش. اخر مقابله اللي شارك فيها هي اول مقابله ديالو بعد كاس العالم شارك فيها، فشفنا حكيم زياش ديال المنتخب، واخيرا حكيم زياش كيلقى راسو واللي لعب المقابله بكاملها، وكانت له تمريرات حاسمه لو استغلت من طرف المهاجمين لا فاز تشيلسي بالمقابله، لكن النتيجه كانت تعادل 1-1. انهزام باريس سان جيرمان تعادل ثم انهزام، كان هناك هذا المهم الانهزام يعني عنده مجموعه من التحاليل ومجموعه من المسائل اللي كنظن بان باريس سان جيرمان بانه ليس في صحه جيده، لا على المستوى التقني بل على المستوى النفسي. ربما هناك مجموعه من اللاعبين اللي مازال في عطله، هما داخلين كيلعبوا في وسط التيران ولكن باقين في عطله، عطله ديال راس السنه ولا احتفالات ومجموعه من الاشياء لا يمكن ما نقدروش نقولوا كل شيء ونتكلموا في كل شيء. ولكن باريس سان جيرمان انتظروها ابتداء من الاسبوع المقبل، غادي تشوفوا باريس سان جيرمان فريق مخالف تماما لباريس سان جيرمان اللي انهزم ب3-1. فعلى العموم اللاعبين المغاربه والحمد لله، ياسين بونو، نصيري، يعني المزراوي، يعني جميع اللاعبين الحمد لله يعني هم في صحه جيده. لازلنا ننتظر عوده نايف اكرد، وما عرفناش العوده ديالو فوقاش غتكون. اذا شكرا للمتابعه، وان شاء الله الرحمن الرحيم نلتقي غدا في موضوع جديد وفيديو جديد. واخيرا لنختم بشعارنا الخالد: فلنغير العقليه. وشكرا.